7 أو 8 دقائق. سنبدأ بسالم رميضي، إن شاء الله يكون موجود. نعم، وهو من الكويت، تخرج من كلية الآداب بجامعة الكويت متخصصاً في اللغة العربية، رئيس اللجنة الثقافية بالنادي الثقافي بكلية الآداب، عضو اللجنة الثقافية برابطة الأدباء. وهناك أيضاً فقرة ظريفة أضافها لسيرته الذاتية، يقول بأنه مبتكر طريقة جديدة في كتابة الشعر، وقد سماها القصائد الرميضية، وهي عبارة عن قصائد يمكن للقارئ أن يقرأها باللغة العربية الفصحى واللهجة العامية الخليجية بوقت واحد. ونتمنى أن يسمعنا مثالاً من هذه القصائد الرميضية إن شاء الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني المثول على هذه المنصة للسنة الثانية على التوالي. بداية قصيدة أهديها لصاحب هذا المكان وصاحب هذه المكتبة وإلى المكتبة بشكل عام، بعنوان رنيم البلبل. وقد كتبت هذه القصيدة بعد سماعي لقصيدة الشاعر الأستاذ عبد العزيز البطين مغناة بصوت الفنانة غادة شبيل، ومطلعها يقول، قصيدته طبعا، يقول: لي حبيب حبه ذوبني. فقلت: ترنم بلبل بالصبح شادي، ترنم بلبل بالصبح شادي، فأروى كل ظمآن وصادي، له صوت رخيم مخملي، تغلغل خلسة فسبى فؤادي، يردد لحنه يشجي بفن، فيبعث روح نار في الرماد، بأبيات تنور كل شمس بضوء ما تجلبب بالسواد، فليس الفن إلا نبض حرف تسطره على الورق الأيادي، فلولا الشعر ما غنى طروب ولا سمعت أهازيج الشوادي، ويا باغ طريق الشعر رمه وفك سلاسل الجهل المعادي، ويمم نحو نبع الشعر واحثث خطاك ولا تخف عدوى العوادي، إلى قلب الكويت هناك وانزل وصل الفرض إن نادى المنادي، بمسجدها الكبير على خشوع وزر صرح القصائد بارتياد، تجد للشعر قصرا ذا عصيتا فسيحا فيه تهنأ بالمراد، به من كل ديوان نفيس ومخطوط ومؤتمر قيادي، فسافر في قفار الشعر واسمع صدى بوح أتاك من البوادي. طبعا المسافر في القفار وبوح البوادي عناوين لديوانين لشاعرنا الأستاذ عبد العزيز البطين. فسافر في قفار الشعر واسمع صدى بوح أتاك من البوادي، فإن الأبلق المختال سورا لمكتبة قصائدها تنادي، فدام البابطين لها رئيسا ودام الشعر مرفوع العماد.